لسه قدام له سنتين. ايه المليون او الكلام الشديد ده ياما. وهو ده اللي ودانا في مشكله، ان انا قريت الكتاب ده بس ودافعت عنه دفاع الاطفال لان ما سمعتش وجهه نظر واحد تاني. احنا في السبعينات نزلت كتب سيد قطب كلها، كانت الشواذ اللي كانت محموله كلها هم اللي هيختاروا من وسطهم. انا جالي على سبيل المثال في فكره التكريم، الاستاذ سمير صبري كان بيتكلم عن السكندريات وفكره التكريم، فلما قريت الاسماء مع الاحترام الشديد طبعا والتقدير الشديد، لان كان اول اسم كان قدامي فتحي حمامه، فقلت له لا انا بتكلم عن السكندريين. يعني انا موافق على الاسم اللي بعدها كان عمر الشريف ده بالصدفه يعني. فالموضوع معمول للسكندريين، مين بقى اللي هيختار؟ السكندريين، لان هم الادرى مش انا. يعني هذه الهيئه الاستشاريه لها تكون 29/4 هي المسؤوله، لان احنا كونا حاجه مع الدكتور محمد رفيق، انا كنت شايف الصنف مش عارف هو فين دلوقتي. كنا كونا حاجه في اتيليه اسكندريه واتقال مين دول، وبعدين كونا حاجه متعدده مين دول، تكررت مين دول، فاحنا هنجمع كل الناس في مسرح البرنامج التونسي عشان لو عدد كبير جدا ويقعدوا يعني مثلا من صف A و B يبقوا التشكيليين ومش عارف C و D وهكذا، بحيث ان ينتقوا من وسطهم المجموعه التي تقترح تكريم. فكره التكريم فكره محترمه طبعا، بتدي دافعيه وبتضخ دم في الشرايين، ده مقبول. فده فيما يخصني، لو حاجه تخص الوزاره اعتقد سعد بيه بقى هو اللي بيصرف فيها. فكره ان احنا معانا فلوس عشان نعمل اشياء كثيره، يمكن احنا لينا لقاء انا وسياده الوزير في الفتره المسائيه مع جمعيه رجال الاعمال لدعم الثقافه بالمفهوم اللي حضرتك بتقوله.